وبفضل الله عز وجل كنت مخلص ساعتها المناهج ومراجع وكل تمام بقى. ايه هي في اي مشاكل ضغط نفسي اكتر من انه ذهني. انما في الثانويه انت محتاج تكات وما بين السطور والمعلومات تكون قويه جدا وتقدر تستحضرها بسرعه. ده كله بصحى فايق بيبقى عندي يعني شغف كبير قوي للمذاكره بصراحه، ان انا مقبل بقى، انا خلاص شبعت متعه بالنسبه لي اللي هو النوم. بس احنا كده جاهزين، ومن قلب راوند الشرع والسموم نحييكم وننقل لكم آخر أخبار الدكتور عبد الرحمن جمال، عين أعيان البجور والقرى المجاور. تيجي دول اللي مالهمش في الحاجات دي. احنا باشا 2 مونتير وشغلنا كله فيديوز أصلا. عايز تقول ايه النهارده؟ صباح الفل. صباح الخير. ايه هي العادات اللي فرقت معاك في مذاكرتك في ثانوية وما دخلت الكلية وهكذا؟ المايك معاك بقى وايه وانطلق. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. والله اللي افتكره انا من ايام الثانوي، في الفتره دي بالذات كانت يعتبر اصعب فتره بالنسبه لي. وبفضل الله عز وجل كنت مخلص ساعتها المناهج ومراجع وكل تمام، ما كانش في اي مشاكل خالص، الا في فتره بقى ايه هي فتره ضغط نفسي اكتر من انه ذهني. يعني انت الصبر، يعني اكتر العادات اللي هتفيدك في الوقت ده الصبر والجداول. الجداول البسيطة، يعني مش لازم جداول تكون خارقة يعني. انت قصتك مش طالع في المايك. زياد بيقول ان احنا عندنا شرعي والكلام ده. فأهم شيء الصبر والالتزام بالجدول بتاعك. لازم كل يوم تعدي على كل مادة. أو مش لازم، أنا كنت بعمل كده، كنت بعدي كل يوم على كل مادة أحل فيها اختبار أو اختبارين، بالإضافة للجزء اللي أنا هراجعه النهاردة. يعني همسك بقى مادة معينة أراجعها النهاردة، أو مش مادة كاملة، يعني جزء معين من مادة أو مادة كاملة على حسب المادة، وتوزع مجهودك بقى على الحاجات الأضعف عندك، والحاجة الأضعف أكتر هي اللي تديها مجهود أكتر، وهكذا. وفي الأول وفي الآخر أنت بتسعى، والنتيجة في الآخر رزق، ما هواش يعني مش عشان أنت بتقدم شيء فلازم تلاقي النتيجة اللي أنت مستنيها، مش لازم. هو ده في الأول وفي الآخر رزق، أنت بتسعى، واللي ربنا شايفه خير يعني اللي ربنا يراه خير ليك أكيد هيرزقك بيه. بس وبالتوفيق جميعا. كنت بتذاكر بالورقة والقلم؟ يعني كنت بتحب توثق كتاباتك؟ بصراحة أنا كنت بذاكر بالورقة والقلم لحد ما دخلت يعني سنة ونص في الكلية كده. كنت بذاكر بالورقة والقلم. إيه اللي ما خلانيش أكمل في الكلية؟ بسبب طبيعة المذاكرة في الكلية. ما بتستحملش الورقة والقلم قوي. على قد ما أنت مش محتاج تثبت المعلومة قوي، قد ما أنت يعني بتكلم عن الكلية، قد ما أنت محتاج تلم أكبر عدد ممكن من المعلومات ولو بشكل يعني انت بتجمع معلومات وبترسمها في دماغك، فمش محتاج ورقه وقلم قوي. انما في الثانويه انت محتاج تكات وما بين السطور والمعلومات تكون قويه جدا وتقدر تستحضرها بسرعه، فده كله محتاج منك مذاكره بالورقه والقلم. كنت بتذاكر الصبح ولا بالليل؟ انا ما كانش لي اي مواعيد. انا وقت ما كنت بحب اذاكر، كنت يعني وقت ما كنت انا مثلا عاوز انام بنام واصحى فايق، بشبع نوم واصحى فايق. طبعا لما بكون بصحى فايق بيبقى عندي طاقه، يعني بيبقى عندي آه، لما بصحى فايق بيبقى عندي يعني شغف كبير قوي للمذاكره بصراحه، ان انا مقبل بقى، انا خلاص شبعت متعه بالنسبه لي اللي هو النوم. واقوم بقى اشوف اللي ورايا يعني. طيب سؤال تاني، كنت مثلا افريج بتذاكر كام ساعة في اليوم خاصة فترة المراجعة؟ كام ساعه؟ مش فاكر بصراحه، بس هو انا كانت حياتي عباره عن اني بنام تمام، اصحى اذاكر ودروسي، وكان عندي مثلا ساعتين ثلاثه في اليوم كده مثلا ترفيه بقى، على حسب. انا كنت ساعات بعمل حاجات معينه يعني ساعات بقعد مثلا براحتي كده في مكان هادي، اشرب كوبايه شاي بتاعتي الجميله، وده بالنسبه لي كان ترفيه يعني جميل. في ناس تانية تحب تروح تقابل صحابها، في ناس تانية. انا كنت بحب اعمل الحاجه دي بالاضافه لبعض الحاجات اللي كنت بتابعها على الموبايل او على التابلت، فدي برضو كانت بالنسبه لي متعه. ف يعني انت لما تقسم بقى النوم وتقسم الدروس وتقسم الحاجات دي، هيبقى لك مثلا حوالي 4 5 6 ساعات في اليوم.
مذاكره يعني. وكنت يعني مش بالنسبه لي المذاكره، انا في المراجعه دي بالنسبه لي كانت المذاكره كلها اغلبها حل، فكان بالنسبه لي ممتعه اكتر من ان انا اقعد اذاكر بقى واحفظ، وكان بيبقى تقيل عليا شويه المذاكره والحفظ والكلام ده. بس عايز اقول ان انا النهارده عيد ميلادي وبحتفل بيه مع جيمي صاحبي ربنا يجعل عمرك كله يا عم في طاعه الله، ويجمعنا جميعا في الجنه، اللهم امين. في سؤال ويقربنا دايما لربنا ولا يبعدنا عنه. كنت اشتركت اونلاين مراجعات مع حد؟ انا ما اشتركتش اونلاين خالص، فما كانش لسه ساعتها الدنيا أيوة منتشره قوي يعني. ايوه انا استغربت يعني. اقول حاجه، انا بعد الثانويه كنت استغربت اللي هو في ناس كانت ماشيه اونلاين. انا اصلا انا سمعت، يمكن اللي سمعت في الفيزياء محمود مجدي الفيديوهات القديمه بتاعته في الحديثه بس، وما فكره بقى ان في منصه وفي كتب وفي الكلام ده ما كانتش على دفعتنا. كنت بسمع يوتيوب كتير، انا كنت كل الدروس باخدها اوفلاين، بدخل اسمعها يوتيوب، ما عدا الكيمياء. ما عدا الكيمياء بس الوحيده اللي كنت بكتفي بيها بالاوفلاين، لان كان المدرس بتاعي كان ما شاء الله عليه يعني، كان الاستاذ وليد، يعني الاستاذ وليد قنديل، هو ما شاء الله عليه يعني. كان هو الوحيد اللي يعني كنت ما كنتش باخد معاه اي حاجه على اليوتيوب، لكن كل المواد التانية كنت بحس ان انا يعني مش عشان انا محتاج اسمعها، او قد ما انا كنت عاوز اعرف. يعني مثلا في الفيزياء مسائل بتتحل مع الاستاذ اللي انا بروح عنده مثلا درس في الاوفلاين بطريقه، في ناس تانية بتحلها بطريقه تانية على اليوتيوب اسرع واسهل. ومش ده العام يعني، مش ده كل المنهج، هي بتبقى عباره عن بعض اللي انت ممكن تكتسبها. فلو انت استفدت من درس الاوفلاين 90%، بتكمل ال 10% بتوعك مثلا فده بيوفر عليك وقت في الحل عموما، وبتسبق انت اغلب اقرانك، يعني انت بتسبقهم بالمعلومات الزياده اللي انت عارفها دي. عايز اقول حاجه، المدرس مش جوز خالتك. مش معنى ان انت بتروح عند حد ان انت لو رحت لغيره يبقى انت كده، ده انت بتغدر بيه وخيانه والكلام اللي احنا يعني ساعات بنسمعه من الناس ده. انت تروح للمدرس اللي انت شايفه مناسب ليك وهينفعك، دور على مصلحتك، محدش هيدور عليك بعد كده. بس يا شباب، شايف الدور كام؟ احمد ده الدور الكام يعني؟ 2195 200 ايه ده؟ ايه ماشي. جروب الايه؟ جروب الدكاتره. ايوه هات يا عم، هات نشارك الانجاز. ادي يا جدعان ادي يا جدعان الناس اللي في مؤاخذة. كل ده في الراوندات بس. الكليه ماشي. كمل. لا بس انا كنت عاوز اضيف حاجه، اللي هو مش احنا مش بنقول الكلام دوت